أنا لسه ضاربة كشري. معقولة؟ إيه التوافق ده؟ أنا كمان لسه واكل كشري. بدون مقدمات أنا مش محتاجة أعرفكم بالكشري، لأن غالبا كده أنت هتكون بتاكل كشري دلوقتي وأنت بتسمعني. لو مش لاقي حاجة تاكلها يبقى كشري، مفيش فلوس يبقى كشري، ماشي جعان في الشارع يبقى برضه كشري. وخليني أقول لكم إن مفيش حد يعرف الكشري بدأ إزاي، بس يقال إنه اتذكر في كتاب ديني خاص بمصر القديمة، وقال إن كلمة كشري أصلها كشير، وده معناه الطعام المقلي. وناس تانية قالت لا يا عم، الحاج الكشري كلمة فرنسية الأصل ومعناها الرز المخفي، والتسمية دي علشان الحملة الفرنسية في مصر، وكانت عبارة عن وجبة من الرز والعدس والحمص والبصل والصلصة، فسموه روز كاشير، وتحولت الكلمة مع مرور الوقت للكشري. بس احنا نسكت؟ لا طبعا، ازاي؟ فطلع جماعة تانيين قالوا ان في راجل اجنبي دخل مطعم مصري متأخر بالليل وطلب اي اكل بسرعة. هات لنا 5 فتة كوارع وجنبيهم بقى شوية الحاجات بتاعتها. وما كانش فيه في المطعم ده غير شوية رز بشعرية ومكرونة وعدس، فصاحب المحل حطله عليهم شوية صلصة علشان الشكل العام يعني يكون لطيف. فالراجل اتضايق وقال ايه ده؟ هو انا يعني عشان مش من هنا؟ لا، ده انا ابن بلد زيك. انت فاكرني اجنبي ولا ايه؟ لا حبيبي، انا ابن بلد زيك. ها؟ فصاحب المطعم قال له دوق يا عم، مش يمكن يعجبك. فالراجل بصله كده شوية وخد معلقة فعجبه الأكل. فصاحب المحل قال لك خلاص يا معلم، احنا نعتمد الأكلة دي ونسميها الكشري. بس الرواية الأقرب للصح هو إن المصريين عرفوا الكشري في الحرب العالمية الأولى لما الهنود جم مصر مع الجيش البريطاني سنة 1914. الهنود كانوا بياكلوا الكشري كل يوم على الريق كده الصبح، لا تقولي قولون ولا حموضة، ما عندهمش الكلام ده. وده حسب كلام الرحالة ابن بطوطة في كتاب رحلة ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب الأنصار وعجائب الأسفار. وبسبب اختلاط المصريين بالهنود في البيع والشراء عرفوا الكشري. عم الدنيا، أودي الناس دي وأجيبك. جميل، محسوبك سعفان، بس أنا اسمي الدارج هنا شاروخان، ومحدش يعرف إن أنا مصري. وبعدها بدأ ينتشر في معظم أرجاء القاهرة تقريبا، لحد ما وصل لمنطقة بيعيش فيها جماعة إيطاليين مع المصريين، فقال لك احنا كمان هنحط مكرونة على الكشري. فالمصريين يسكتوا؟ لا طبعا، قرروا يضيفوا الدقة بالخل والثوم وشوية، وراحوا حاطين الصلصة والحمص والبصل علشان يظهر لنا الكشري بصورته المعروفة دلوقتي، ويبقى من أشهر الوجبات المصرية على الإطلاق، إن لم يكن أشهرها بعد الطعمية طبعا. خلينا متفقين إن الكشري أكتر راجل جدع ممكن يسد معاك في أي مكان وفي أي وقت. وبس كده، ما تنساش تعمل لنا لايك ومنشن لأصحابك في الكومنتات وقول لهم يلا بينا ناكل كشري. سلام.